السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتونا جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت، وحابه اشكركم جميعا على كل الكلام الحلو والدعاوي الحلوه قوي 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 ديا اللي كانت من قلوبكم امبارح، اللي تواصل معايا على الخاص واللي كتب تعليقات على الفيديو. مش عارفه اقول لكم ايه، والله العظيم ربنا يخليكم ليا يا رب، وتفضلوا دايما دعم وسند وظهر لأرمد كده، ما تحرمش منكم ابدا. قبل ما ندخل في كلامنا في الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده حابه اقول لكم ان انا اتخذت قرار مهم جدا، وحابه اي ست تسمعني تتخذ معايا نفس القرار. اوعي تزعلي جوزك، اوعي تيجي ناحيته، خليه بحطة ايديكي كده، فاهماني؟ يجي من بره دلعيه غاليه، حطي له الميه كده بملح، ما تطلبيش منه طلبات، يعني حاولي ان انت تبعدي عن وشه بقدر الامكان. ليه بقى انا اتخذت القرار ده؟ وكل حبايبي اللي بيسمعوني لازم يتخذوه معايا لان واضح يا جماعه ان في حد لعب في اعدادات الرجاله دلوقتي ما بقتش زي زمان. يعني ما الراجل ما يسكتش ويسمع ويستحمل ويفوت ويكبر دماغه، لا، واضح ان الموضوع اتطور. اللي انا سمعته النهارده خلاني اقول لا، الموضوع بقى كبير ولازم كل واحد يحافظ على نفسه. خلوا بالكم، الراجل ما بقاش ليه مرارة زي زمان، والله العظيم. الراجل كان الاول خلقه واسع كده يا اختي، ما اعرفش دلوقتي بقى ياخدوا كل حاجه على صدرهم ليه، واول ما ياخدوها على صدرهم يقوموا مخلصين عليكي ومخلصين على العيال. طب العيال ذنبهم ايه يا عم الحاج؟ يقول لك ما تفهمش، هو كده. قمت الصبح ببص كده لقيت ترند مكسر الدنيا، او حادثه زي ما بيقولوا مكسره الدنيا. في ايه يا ولاد؟ قال لك اب في الدقهليه راح، كان عنده 3 عيال، اكبر عيل فيهم 10 سنين، والصغيره 3 سنين ولا 4 سنين، معاذ ومريم ومحمد. امهم ربنا يرحمها توفت. راح عمل ايه عم الحاج؟ هو كان بيحب ولاده جدا جدا، بشهاده كل الناس ان الراجل ده بيعشق ولاده، لو لبن العصفور يجيبه لهم. يعني كان راجل طبيعي اهو، كان اب عادي جدا زي كل الابهات اللي بنشوفها، فكان كويس جدا جدا معاهم وبيحبهم جدا. جت مراته توفت ربنا يرحمها، رايح متجوز قريبته، واتجوز قريبته دي تحديدا ليا ولاد، عشان عارف انها بتعشق ولاده، بتحب ولاده حب ما اقولكوش، ما اوصفلكوش. المهم راح اتجوز دي بالذات تحديدا عشان خاطر تحافظ على العيال وتراعيهم، وما تبقاش مرات اب بقى ونسمع عن حوادث مرات الاب اللي بتعذب العيال واللي بتموت العيال. ما احنا بقينا كل يوم الصبح كده على غيار الريق نشوف مين قتل مين على الصبح، ما بقيناش نصحى على الاخبار حلوه زي زمان. لا، ده الاخبار دلوقتي بقت مهببه. فقال لك ايه؟ اتجوز دي هتحافظ لي على العيال وهتحافظ عليا وهتبقى ام تانية ليهم. ولا ما قصرت يا عم الحاج لغايه هنا. اتجوز الست اللي هي قريبته، وفعلا عاشت معاه وربت العيال، والدنيا معاهم كانت زبادي في الخلاط. إذ فجأة الست دي الأحوال تتغير وتطلب منه الطلاق. ما تفهموش بقى إيه السبب؟ هل اختلاف على الأحوال الاقتصادية بتاعته، إن يعني بقى على قده مثلا، أو الكلام التاني اللي بيتقال إنه بقى بيعاملها معاملة سيئة جدا والست ضجت وما بقتش قادرة تتحمله. الراجل يسكت على كده؟ ما يسكتش. طالبه منك الطلاق يا عم الحاج، تسكت؟ لا ما تسكتش. الدم يغلي في نافوخه، يروح لها المحل اللي واقفه بتبيع فيه ادوات منزليه، المحل بتاعها، ودخل عشان المفروض ان هو يتكلم معاها. اخدها للدور الفوقاني وقفل المحل وضربها 18 طعنه. كل ده عشان طلبت الطلاق. ليه يا حاج؟ ليه يا حاج؟ في ايه؟ ما الطلاق شرع الله، يعني الست ما كفرتش، ما خانتكش. امال لو راحت خانتك كنت عملت فيها ايه؟ كل ده عشان طلبت الطلاق. ومع ذلك الناس بتقول مع طلبها للطلاق قالت له انا هفضل برضه راعي العيال اكني بالظبط لسه مراتك. يعني الست كانت بتتقي شره لاقصى درجه. رايح واخد سكينه معاك ورايح مبيت النيه ان انت تستدرجها
وتقفل باب المحل عشان محدش يشوفكم، وتروح رايح مخلص عليها 18 طعنة يا مفتري. ليه؟ ليه؟ ده انت لو بينك وبينها طار مش هتعمل فيها كده والله العظيم. وايه يعني ما تتطلق؟ ما تتطلق وتروح تتجوز انت غيرها. هي كانت اخر ستات الدنيا؟ يعني انا مش فاهمه والله الرجاله دي حصل لها ايه؟ ايه الدماغ دي؟ ايه كميه الشر ونزعه الشر دي؟ قتلها، خلص على كده، ارتاح نفسيا؟ لا ما ارتاحش. هي على فكره ما ماتتش، هي في المستشفى ويا رب تعدي منها على خير. على ما اعتقد ان هي حتى لو عدت منها فيعني هتبقى محتاج علاج نفسي طويل جدا عشان تنسى الحادثه المؤلمه اللي حصلت لها دي، وتحكي لنا تفاصيل الراجل ده ايه اللي حصل. يعني ايه اللي خلاه؟ يعني قلت له ايه يا غاليه نرفزتي لدرجه 18 طعم؟ يعني ايه الكلمه اللي انت قلتها له؟ مع اني شاكه فيها والله شاكه فيها، بس ما علينا مش مشكله، نحسن الظن يا ولاد. اصل ايه اللي يخليه الدم يغلب نافوخه للدرجه دي؟ ما علينا مش مشكله. الحادثه دي كانت في الدقهليه، خلص عليها 18 طعنه وسابها غرقانه في دمها كده وسابها ومشي. يسكت؟ ما يسكتش، رايح البيت واخد دش حلو، وراح رايح لولاده التلاتة، مسك كل عيل فيهم لوحده كده خانقه. يا نهار اسود ومنيل. وهنا بقى انا قلت لا لا، ده انا ظلمت بقى الزوجه. ده مش الزوجه قالت له كلمه فورت نافوخه، ده هو شكله نافوخه لاسع اساسا. اه والله، لان لو بينه وبين مراته مشاكل فالعيال مالهم؟ يعني الولاد ذنبهم ايه؟ يعني انا ما فهمتش. دول ولادك انت، مش ولادها هي مثلا عشان تنتقم منها وتروح تموتهم. لا، دول ولادك انت، حته منك اللي بشهاده كل الناس انك انسان محترم، ما بتتعطاش حاجه، ما فيش اي حاجه خالص، وبتحب ولادك جدا. تروح تمسك عيل وجالك قلب تخنق ابنك؟ يعني وطبعا اكيد مش كلهم دفعه واحده، ده عيل ورا عيل ورا عيل. يعني انتوا متخيلين الاتنين اللي واقفين مستنيين دورهم؟ متخيلين كميه الرعب والصراخ اللي كانوا فيه والفزع اللي كانوا فيه؟ يعني يا ريته حرامي من بره ولا بتاع، كانت هتبقى مفاجاه. ده ابوهم. يعني انتوا متخيلين؟ يعني المفروض يتحموا من الدنيا كلها في ابوهم. فانا استغربت، انا تنحت. جالك قلب ابنك؟ يا نهار اسود. ده لو حتى ابن غريب مش ابنك مش هتقدر تعمل كده في طفل، فما بالك دول ولادك حته منك؟ يا نهار ابيض. مسك طفل. وطبعا ليكم ان انتوا تتخيلوا لحظات الرعب اللي اكيد الولاد شافوها وعاشوها في الدقايق المعدوده دي عقبال ما خلص عليهم. وخلص عليهم ومسكتش. ده ايه اللي بيحصل ده؟ راح يكلم حماته اللي هي جدة الولاد بقى، امهم اللي توفت الله يرحمها. ست كبيرة في السن، ما تتحملش اساسا اي اخبار سودة. راح تتصل بيها وتقول لها ان ولاد بنتك ماتوا في الشقة، روح لهم. تروح لهم تعمل لهم يلا يخرب بيتك. انت ايه ده؟ ايه القلب الجاحد دون؟ ما تسيبها، ما هتعرف من الاخبار، هتعرف اكيد لما تسأل عليهم الجيران، هتعرف. انت مستعجل على ايه؟ لكن شوفوا كمية الانتقام. ده عايز يخلص على كل اللي حواليه. يعني ده في لحظة الدنيا متهيألي اسودت في وشه ولغى عقله تماما، وعايز يخلص على كل اللي حواليه. ايه السبب للانتقام ده كله؟ لغاية دلوقتي احنا ما فهمناهاش ولا عرفناها، ولا التحقيقات جابت ايه السبب اللي هو عمله ده كله. محدش عارف. في اقوال ما بين ان حالته الاقتصادية بقت متدهورة، وهنا بقيت ابص لاحمد كده وابعد عنه يعني ايه اخليني في حالي احسن، فاهمين؟ حالته الاقتصادية مثلا بقت متدهورة، او في مشاكل بينه وبين مراته. ويا ريت تكون حالته الاقتصادية على الاقل نديله عذر، بس برضه مش عذر، ده عذر اقبح من ذنب. زي المليونير قبل كده اللي سمعنا عنه، اللي افتقر فراح مموت عياله وقال لك انا خايف عليهم من الفقر. فمش عارفه الله ينتقم منكم. بتخلفوهم ليه طيب؟ بتتجوزوا ليه اما انتوا ناويين تخلصوا على مراتاتكم وعلى العيال؟ يخرب بيوتكم. انا نفسي يكون في كشف على القوة العقلية للزوج والزوجة قبل الجواز. والله كان الواحد ارتاح من الحوادث الغريبة اللي بنشوفها. بنشوف ام تقتل ابنها وتطبخ دماغه، انا مش عارفة في ايه. ونشوف ام ترمي عيالها في النهر
ونشوف معرفش اب عمل ايه في ولاده، ومرات اب حطت السم لعيال جوزها. هو في ايه يا ولاد اللي بيحصل؟ ايه ده؟ في ايه؟ هو احنا ليه بقينا كده؟ احنا وصلنا ازاي للمراحل دي؟ يعني ده كان اقصى جريمة ممكن نسمعها، ان حرامي مثلا دخل شقة ومثلا قتل حد فيها عشان يسرق الكلام ده. لكن بقينا احنا مننا فينا بقى اللي بنقتل بعض، فدي الحاجة اللي بقت غريبة. طب بعد ما خلص على العيال وكلم جدتهم، الحاج اكتفى؟ الحاج سكت؟ لا والله ما سكت، راح قتل نفسه هو كمان ورمى نفسه على قضبان القطر، مات كافر كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه ده كله؟ ليه ده كله؟ في لحظة الشيطان يسيطر على دماغك، تنهي حياة مراتك وولادك وحياتك. ليه قضيت على كل حاجة في ثانية، في ساعة شيطان؟ الناس بتطالب كمان باستخراج بقى جثة مراته الأولانية، بيقولوا كده هي ممكن تكون ما ماتتش موضة طبيعية، ممكن يكون في شبهة جنائية في الموضوع. وفي ناس تانية بترد عليهم ويقولوا لهم لا، دي ماتت في الولادة الأخيرة لبنتهم الأخرانية ولا لابنهم الأخراني، وكان عندها كورونا. فمش عارفين حاجة، التحقيقات لسه شغالة. ولكن احنا بنتكلم في الجريمة نفسها. يعني أسلوب الجريمة يا جماعة بقى غريب بجد والله. يعني ان انت اب يجيلك قلب ان انت تقتل ابنك للدرجه دي، يعني مثلا يعني ما حطيتلوش حاجه في عصير ولا في بتاع، كان اهون. يعني طرق القتل اخف شويه، مع ان برضو طريقه مقندله ب 600 نيله. هي كل طرق الجرائم عامه كلها طرق منيله ب 600 نيله، ولكن احنا بنتكلم في حته المشاعر والاحاسيس برضو سنه لو لسنه. يعني ازاي تشوف ابنك مرعوب وخايف وبتقتله عادي جدا، وفي ولاد تانيين واقفين لسه مستنيين دورهم، ما فوقتش للحظة؟ ما فوقتش لثانية؟ يعني لو الشيطان كان مسيطر عليك وانت بتقتل مراتك او بتضربها 18 طعنة، الطريق عقبال ما روحت للبيت واخدت دش ومش عارف ايه، ما فوقتش لثانية للي انت عملته؟ كملت عادي جدا ولا كان في حاجة؟ في ناس هيقولوا يمكن كان واخد حاجة. لا يا جماعة، التحقيقات اثبتت ان هو ما كانش متعاطي اي حاجه خالص، وما بياخدش اي حاجه خالص غير السجاير. فالموضوع مش موضوع ان هو مش مدرك هو عامل ايه، لا ده هو عارف هو عامل ايه، ورايح مخطط لجريمته واخد السكينه معاه لمراته. هو عارف هو عامل ايه، وراح للبيت وعادي جدا واخد شاور وقتل ولاده ببرود رهيب وكلم حماته. يعني هو مدرك هو عمل ايه. ومش بس كده، ده نزل نعي ليهم على صفحته على الفيسبوك. والله ما قصرت يا عم الحاج، يعني اكنه ما عملش حاجه. يعني ده انسان مدرك للي هو عمل، هو عارف هو بيتصرف ازاي وهو عارف هو بيعمل ايه. طب هو جه قتل نفسه ليه؟ لان ممكن في اللحظه دي هي دي اللي ركز فيها انه هيتعدم بقى، انه خايف بقى على نفسه خلاص، ان هو يعني كده كده مهما يعني نزل نعي ولا مش عارفه ساب مراته في المحل لكنه ما جاش ناحيتها وقافل باب المحل ومحدش شافهم، مهما حاول انه يمحي اثار جريمته هو متاكد انه هيتمسك. فهنا اللحظه دي على ما اعتقد انه قرر لا اخلص على نفسي انا بقى قبل ما يمسكوني انا ويعدموني. لا، هنا بقى قرر ان هو يعني ينهي حياته بالمره معاهم بالجمله. ما فقش، يعني ضميره ما صحيش. يعني هو لو ضميره صحي ما كانش خلص على نفسه، كان راح سلم نفسه. لكن في اللحظه دي هو ادرك ان هو خلاص هيتمسك برضه وهيتعدم معاهم. فاللي احنا بقينا بنشوفه يا جماعه مش حوادث عاديه او مثلا ناس غرب بتخلص على بعض، لا ده بقى في حاجه غلط في مجتمعنا. بقى في يعني سلوكيات انا مش عارفه جات لنا منين، او احنا قسوه القلب دي حصلت لنا امتى، مش عارفه والله العظيم انا ما اعرف. بس كل اللي انا اعرفه ان بقى في ظاهره للعنف غريبه، يا ريتها كمان للبعيد او للغريب عنك، لا ده للقريب منك. قولوا لي بقى السبب البعد عن الدين، السلوكيات اللي احنا بقينا نقتدي بيها من الغرب. ما الغرب بيخلصوا على نفسيهم من كتر يعني ما هم مش لاقيين مشاكل عندهم، يعني بيموتوا نفسيهم لوحدهم.
مش عارفة اللي حصل لنا ده غريب على مجتمعاتنا، سواء الشرقية والعربية أو المتدينة، مسلمين ومسيحيين. مش ممكن ايه اللي حاصل ده، انا مبقتش فاهمة. ولكن كل اللي انا فاهماه، ربنا يكفينا يا رب شر فواجع الاقدار وشر اي حاجة وحشة. ويا ريت كل بني ادم يفكر قبل ما يقدم على مصيبة زي دي، يفكر ان الكل دي فرج، وان ربنا اكيد هيفرجها عليك. مش الحل انك تخرج من رحمته ولا تقنطه من رحمة الله، هيفرجها عليك دلوقتي او بعدين. هو بيختبر صبرك حتى لو انت في ابتلاء، ربنا بيختبر صبرك عشان خاطر تدعيله ويسمع صوتك في الدعاء. والمؤمن دايما مبتلى، يعني لو ربنا مش بيحبك مش هيبتليك، هتبقى بعيد عنه عشان مش عايزك تذكره. فما تكفرش بيه في لحظة وتنهي الدنيا كده زي الحاج بتاع الدقهلية ده. خلاص يا ولاد، ومحدش يجي ناحية زوجه من الستات اللي بتسمعني. اقعدوا كده جنب ارمط وخليكوا في حالكوا، ها؟ لا احنا دراسة بقى ولا دروس ولا مدارس، اسكتوا. ما بقاش لهم خلقهم بقى ضيق مش استريتش، ها؟ فكل واحدة كده تحط لسانها في بقها يما، وتحافظي على نفسك وعلى اولادك. واشوفكم على خير يا جماعة في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.